اصلا بص انا ما كنتش دحيح، بس انا كنت دمي تقيل وفاشل يعني. كنت غلس يعني ما كانش دمكم تقيل وبعد كده خف. قوي. انت شفت دحيحه مش كويسه يعني لا اكيد انت كنت من الناس اللي قافله الزرار كده ونازل. في البيوت الكوزي دي الجميله اللي كلها خشب في خشب. أيوة. انت حاولت تعمل كده كمان. ايوه كانت شريره وكان نفسي اعملها، لان اللي كان هيطلع بيكذب كان هينزل ستوري دلوقتي حالا وهو ماسك البتاعه دي. سبحان الله. مين بارد اكتر؟ كان خلاص مش هنام بقى. ايوه هو لا تاريخ الخطوبه افتكرت. طيب وقرايه الفاتحه؟ لا ما مش فاكر. ايه ما عملتوش ليه؟ ما انتم ما كان عندكم هوس او شيء. روح شوف شقتك يا شيخ، يجي يقسمها لنا وبعد كده نقول له بصراحه دي كانت الخطه في الصراحه. بصراحه دي كانت الخطه في الاول. حاسين برضو الطب لا تقيل على نفسهم. دي كان بيسكبس معاك. النهارده هيكون معانا قبل اول ما اتعرفت عليهم قلت ايه يا عم الطاقه دي في ايه؟ احنا كبرنا قوي للدرجه دي. معايا محمد واميره، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. الحمد لله بخير والله. عشان ننام يوم الفرح والله وانتوا اكتر. اخباركم ايه؟ كويسين في الحمد لله. الجواز حلو ولا ايه؟ الحمد لله حلو الحمد لله. ماشي الامور. بما اننا في بودكاست اسمه تسعيناتي هنرجع شويه لايام زمان، بما اننا احنا قد بعض يعني تقريبا. تقريبا قد بعض. هنرجع لايام زمان في ايام المدرسه. انتوا اكيد كنتوا دحيحه، من الناس الدحيحه في المدرسه. حصل. في اشاعه كده بتقول ان الدحيحه ده دمهم تقيل بصراحه، يعني او مش اشاعه، هو صح؟ لا اشاعه. اشاعه مغرضه. لا مش كل الناس زي بعض في اي حاجه يعني. ما تعلمش. طب ما كانش دمكم تقيل وبعد كده خف يعني؟ لا مش حاسه. لا نفس الشخص مكمل سوا كده. اوكي والله كان دمهم تقيل كل بوظوا الافيه. ماشي. عاوز نرجع برضو لايام المدرسه. عاوز اكتر موقف في ايام المدرسه، يعني انت فاكر اول ما سمعت المدرسه كده حاجه افتكرتها على طول؟ خرزانه طبعا. خرزانه. التاخير عن المدرسه الصبح، الزي المخالف، حاجات كده كانت في الارخص. لا ما بيطلعش من الدحيحه الكلام ده يعني. لا اكيد انت كنت من الناس اللي قافله الزرار كده ونازل. لا والله خالص. لا كنت بروح بنطلون جينز. كنت بضرب عليه كل يوم تقريبا. لا لازم تجيب بنطلون وماش ازرق من عارف المكان اللي هو بيبيع الحاجات بتاعت المدرسه. لا انا هجيب بنطلون جينز كل يوم اضرب عليه. طب وليه الاصرار ده؟ زهقوا مني يعني فبيتسابوني خلاص. طب ليه مصر على البنطلون جينز؟ يعني ايه الاصرار الغريب؟ مش بيئه. يعني ما اعرفش والله. فقر يعني ولا ده ولا لا مش عارف. صح كنت بحبه القميص كده على البطاقه. يعني نزاهه. كده. طب وانت يا اميره ايه اكتر حاجه اول ما تفتكري المدرسه؟ انا تفتكري الموقف ده على طول. الفسحه. نحضر الفسحه ما كناش بنطلع بره الفصل، كان لازم نقعد جوه الفصل. لا ما كناش بنذاكر. كنا بنعمل فسحه يعني بارتي على قدنا جوه الفصل، فلازم يا جماعه الدحيحه ما بيعملوش الكلام ده والله. بيعملوا. لا ما تغيروش فكرتي عن الناس دي. غير فكرتك. انت شفت دحيحه مش كويسه؟ لا يا عم والله كان دمهم تقيل. اصلا بص انا ما كنتش دحيح، بس انا كنت دمي تقيل وفاشل يعني. كنت غلس يعني، عارف اللي هو عادي يعني دمي تقيل برضه. لا ضحيت مع الدحاحين ولا يعني كنت مش فاهم انا بعمل ايه. يعني انتوا دحيحه وفرافيش من زمان. ان شاء الله. والله فصلنا كان فرافيش. طيب نيجي فتره بقى انعدام الفرفش، فتره ثانويه عامه. دخلنا على ثانويه عامه. ضربنا طوارئ. ثانويه عامه عشان برضو بدات اتوتر لما قلت ثانويه عامه. ايوه. ثانويه عامه. يوم النتيجه. انا كنت في الغردقه يوم النتيجه. كنت ضربه الدنيا طناوش. ولا توترت مع المتوترين ولا الموقع فتح ولا ممكن واثقه ده صح. لا خالص. انا ما كنتش بفكر في الموضوع يعني. كنت عايزه اخلص ثانويه عامه عشان نطلع المصيف. والله. طب انت كنت في بعد الغداء. احنا طبعا انت عارف ثانويه عامه بتبقى من الصبح. النتيجه ظهرت. معرفش بالليل معرفش مين جابها، مش عارف من كنترول والجو الفاكسان ده. واحنا على المغرب بقى الناس الغلابه دي مستنيين النتيجه. نفتح بقى الموقع ريفرش مفيش طبعا لحد ما بيجي لك لحظه ايه تحط رقم جلوس. نهار ابيض رعب كده. انت بتحط رقم جلوس كل مره وما بتجيب تظهرش يعني. بس المره بقى اللي ظهرت فيها دي
انت مش مساعد، انت مش عايز تمسك، انت ايدك اتشلت انت تنزل الشاشه تشوف انت جايب كام اصلا. بس ما كان الحمد لله لما الواحد ده نفسه جايب 99 وكسر يعني، فقام بقى صرخ بيتكم خد حضن فاهم وزغاريط والجو الجميل. لكن انت في الغردقه الدنيا تمام؟ حد قال لك على النتيجه ولا سابوك؟ ايوه لا واحنا يعني بعد ما طلعنا من البولو كده فلقينا الموبايلات بترن فقط. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ مبروك. مش عارفه انا الناس اصلا جايه منين يعني. انتوا متوترين ولا ايه؟ انا النتيجه ظهرت وبتأثر عادي. الله طب ده حلو بقى، يلا نطلع سينما بس. الله يعني الله ده على فكره انت بقى كنت من الدحيحه الغلسين وهي كان من الفرق. انا عارف الناس اللي مستنيه النتيجه دي. نزلت انا واصحابي وفتحت فعلا وهيصنا يعني. ووسينا الناس طبعا اللي كانت يعني درجاتها مش احسن حاجه يعني. لما كنتش عارف حد درجاتهم مش كل اصحابي كانت درجاتهم زيك كلهم حلوين. لا كان في اصحاب قريبين ناس ايوه ناس شويه يعني. طيب احنا في مكان كويس خالص دلوقتي. احنا دخلنا طب ليه؟ تتحسبش كده صح؟ ليه دخلتوا طب ليه؟ استخسار ولا استخسار مجموع ولا انا متارجت طب من زمان؟ لا انت خلاص من اول ما بتخش مثلا علم علوم اصلا خلاص بيبقى انت طموحك ان انت تخش حاجه من الكليات دي اصلا يعني. بس هو مش قصه استخسار، انت اساسا بتتعب فتره الثانويه عامه دي كلها ليه؟ ما انت عشان تتارجت الكليه، انت خلاص انت عايز تجيب الكليه دي او انت خلاص عايز تخش ايا كان، انت يعني راسم كليه من الكليات الطبيه مثلا كعلم علوم. نفس الفكره انت لما كنت في هندسه انت اكيد يعني لا انت عايز اي حاجه صح ازاي حسيت معلومات ايش طب انا عارف انا جايب يعني سنه ثانيه 98 قلت لهم يا جماعه ده مش مجموعي وانا مش سنتين اصلا احنا كنا سنه واحده. انا ده مش مجموعي وانا هستر نفسي كده وادخل علمي يعني اكمل في الرياضه، لان انا كنت واخد في الاول كيمياء وثالثه هاخد يا احياء يا رياضه 2. فقلت لهم يا جماعه ده استروا عليا وانا مش توبي الحته دي ده مش كويس. فرحت قلت لهم انا هدخل رياضه عشان ما الحق اي حاجه يعني. بس جبت برضو للاسف مجموع كبير برضو يعني. حلو ده. لا احنا طالما انت خلاص يعني انت طالما دخلت علم علوم ومشيت في السكه دي انت اكيد خلاص طموحك في الاخر ان انت تخش. طب لو يعني كنت حاطط خطه بديله ولا لا ما بنحطش خطه. انا صراحه الناس كنتش حاطط خطه بديله يعني. انا خلاص انت عارف لما كنتش هو بشري وكنت عارفه انها هتيجي بشري هنشوف ايه اللي هي. بس انا كنت بقول يا جماعه احنا في المصيف. لا بس انا في المصيف ايه. بس انا كنت متاكد ان انا مش هخش مثلا كليه خاصه او حاجه. لا انا كنت عامل حسابي ان انا لما دخلت طب خلاص هو المجموع هيجيب ايه يلا نشوف بقى. بس انا كنت يعني قاصر شويه كنت حاسس. طب يعني طولنا قوي في ثانويه عامه نسكيب المرحله دي ودخلنا طب وشوفنا بعض. مش هتكلم شوفنا بعض ولا اول سنه في الكليه احنا مع بعض نفس السكشن مع بعض لا مش سكشننا. هو انا وهي حولنا السكشن. احنا حولنا السكشن صدفة وبينا هناك يعني صدفة كملوا صدفة. انا مش هتفرق معايا التفاصيل الصغيرة دي. صدفة. وجيت بعد وانت بتخلص في الكلية كده انا رايح لعمي اتقدم. ده واحنا بخلص حرفيا. يعني انت خلاص احنا خطبنا ليلة حفلة التخرج. في ظاهرة يعني لم تحدث من قبل. الناس كانت مستغربة ايه اللي بيعملوه ده يعني فاهم. ايوه علينا امتحان بكره بعدها هنتخرج بس في امتحان لسه بكره ازاي انتوا خلاص كفاية لحد. طيب انت رايح لحد انا يا عم انا لسه في الكلية وانا عايز اتجوز بنتك. لا الموضوع لا خالص. لا خالص والله. الناس دي بتبقى عارفه مستقبلك شكله عامل ازاي، فهي الناس اللي بتشتري اللي بعدين يعني. بشتري ليه يا عم؟ انتوا لسه اطفال. ليه مش اطفال؟ ليه احنا ناس خلصت كليه داخل على امتياز وانت في مرحله الامتياز. عيشوا حياتكم. انت شخص في الامتياز بتشتغل يعني تعرف تجيب برضه مبلغ يعني بغض النظر عن المبلغ. بس انا اقصد يعني حد عارض يعني السن برضه لسه صغير يعني يا جماعه فكروا شويه انتوا. لا خالص الدنيا مشيت. لا احنا كنا ناس طيبين قوي. ناس لذيذه. كنا حابين نتجوز بدري الصراحه. وعلى فكره احنا يعني كنا مش اول ناس في دفعتنا هتخطب او تتجوز. كان في ناس في دفعتنا خطبت واحنا يمكن التاني او التالت وبعدها بعد النتيجه بعد يعني ما اتخرجنا على طول. هو طب يا اما بيتجوزوا بدري قوي يا اما يتاخروا قوي يعني في لاج كده يحصل. لما لقيت نفسك في الاول انت رايح في الاخر. احنا اصحابنا وشلتنا القريبين كلهم تقريبا خطبوا بعدنا يعني او بدري خالص يعني.
طب لذيذ الجو ده، بس انا رغم كنت مستني اكشن، مستني حد يقول انا يعني لا ده طرد 3 مرات ورجع تاني والاخر ده توقف عليه من اول مره من اول لحظه. احنا قرايب اصلا برضه، خلي بالك في صله قرابه، فاللي خلاص قريب قوي يعني، قريب من بعيد شويه. تحب. طيب لكن الموضوع مشى زي الفل يعني. تمام، انا عاوز اتجوز. الحمد لله. هتجيب دهب بكام يا ابني؟ لا خلي بالك، انا عمي يعني اشهد له في الحوار ده. احنا دخلنا قعدنا، الراجل قال لك يعني شوفوا انتوا عايزين ايه ويلا نعرف. انا بايع والله لا والله راجل كان شاري، قال لك انتوا يعني زي ما مش غرب، ابن فلان وابن فلانه والناس دي لذيذه والله كويسه مش عارف ايه، شوفوا انتوا عايزين ايه ويلا نعرف. فتح الصراحه الراجل ما شرطش في حاجه. والله يعني كنت مستني يبقى في الشر في معافره، بس الموضوع لا خالص مش عارف. الحمد لله. ماذا بينك وبين الله؟ نرجع للنقطة الحاسمة وهي الشقة. أولا أكيد في خناقات، هنجيب مهندس مين اللي هيشطب لنا، هنعمل إيه في الشقة، أنا مدن يعني عارفين الخناقات بتاع اللذيذة دي بتاعت الشقة. احكوا لنا من أول وأنتوا بتختاروا بقى المكتب اللي هيشطب لكم. حلو. محمد اللي اختار. والله بص، أنا زي ما قلت لك أنا كنت أعرفك من قبل يعني ما أنوي إن أنا هظبط الشقة وكده. فانا قلت خلاص، انا الشقه بتاعتي كانت دورين وعايز يعني افتحهم على بعض وكده. فهو اصلا فكره ان انت عايز تفتح شقه يعني دورين على بعض دي محتاجه مهندس مبدئيا يعني. لكن انت كنت هتدوس فيها لوحدك وشطب بقى هو مثلا احنا محمود اخويا مثلا كان عامل شقته بنفس النظام، كان وحده. بس لا، انا قلت لا، احنا نبدا نقسمها الاول كده تقسيمه كويسه، ويجي يقسمها لنا وبعد كده نقول له سلام. بصراحه دي كانت الخطه في الاول. بصراحه دي كانت الخطه في الاول. حلو برافو. بدانا وصلنا انا وانت في شهر 2 السنه اللي فاتت تقريبا. السنه اللي فاتت احنا جينا من سنتين. لا يا عم السنه اللي فاتت. ماشي السنه اللي فاتت ما طولناش قوي والله. يعني سنه ونص. لا احنا بدانا بفكره ان احنا بقى عايزين نقسم اصلا تقسيمه. فاكر احنا بيتنا اساسا يعني عماره قديمه شويه. فكره انت هتلعب في السقف وعايز تكسر الصاله دي، فاكر ده كان ايش كبير مع الحاج ده. موضوع مرعب في البيت ان انت هتكسر السقف ده هيقع ده البيت علينا. ومش مقتنعين ان انت دي مش خلصانه القصه دي. فاحنا كانت خناقاتنا صراحه كلها كانت في التقسيم. احنا عايزين يعني هي دورين، عايزين الدور اللي ده. لكن مثلا هجيب مهندس وهي لا، ده انا عايز المهندس ده وانت عايز المهندس ده لا صراحه انا هي حطيتها في الامر الواقع، بس هي ما كانش فيها اعتراض خالص يعني. طب ما عطوش تدوروا يعني مثلا؟ لا والله ما احنا بص كنتوا تدوروا واخترناك بعد عناء يعني ادوني انا واثقين خلاص اخترناك على فكره. احنا اخترناك لشخص قبل المكتب يعني، احنا عرفنا المكتب منك اصلا. احنا كنا عايزين مهندس عبد الرحمن بقى كده ايه، وانا كنت عايز مهندس عبد الرحمن بس وانا وافقت عادي. ما عنديش مشكله. احنا بقى كنت خناقتنا كانت في التقسيم الصراحه. هي عايزه اوضه نوم مثلا كبيره، اكبر حاجه في بدريسنج مش مهم بقى الشقه، وشقه بقى تتحل مش مهم. اي حاجه نلغيها بقى نصغرها. جرب يا باشمهندس، جرب لنا كده. لنا الشقه دي هتبقى ايه؟ والله كانت عجباني. جرب اعمل دريسنج قد وشي واعمل غير بعد كده غير. لا انا كنت عايز التقسيمه صراحه تبقى عادل. انا عايز عيشتي كلها في الدور والضيوف بعد كده في دور. طب هل بعد ما انتوا وصلتوا للنتيجه دي حاسه بندم؟ لا ده لا الام الكبيره ضاعت عليك. لا اكتشفنا ان دي احسن تقسيمه للشقه بجد يعني. انا بقول لها هي حاسه بندم. انت ترد عليك. الدريسنج اللي كان تحت السلم اللي هنعمله كان حلم حياتي ده يعني. والله خلاص يعني عاجبني دلوقتي مرضيه دلوقتي. طيب ايه، احنا عوضناه وعملنا كبير وحاجه فخمه برضه يعني. الحمد لله. حلو. وايه الخناقات؟ ايه طبيعه الخناقات بقى يعني؟ انا عاوزه كذا وانت. والله احنا كانش في بينا خناقات كبيره يعني. هي من بعد التقسيمه. بعد التقسيمه وكانت الحاجات كانت ماشيه واتفقنا عليها كلها يعني. عادي كنا هنعمل ايه في دي، هنعمل كذا، طب ايه رايك نزود دي كذا. ما كانتش خناقه. كانت يعني مشاورات ونشوف الاحلى وبنختار سوا يعني. هو انتوا عامه يعني واحنا اخترنا حاجات كتير لحد ما زونا متقارب، ما كانش حد شاطح في حته. انا عايز اقول لكم برضو انكم انتم مريحين يعني الدنيا كانت لذيذه معاكم، وانا كمان اتبسطت وانا بشتغل معاكم لان دماغكم حلوه، وانا بحب دماغ الشباب دي قوي يعني. ان هو احنا ايه هنوفر ونعمل حاجه حلوه. انا معاك هدوس في الحته دي.
بس احنا خلي بالك انت ضربت لنا حاجات كتير. ما وفرناش. لا مش لا مش عندنا في حاجات كنا بنحلم ايه التفكير احنا، لا بصراحه كان في حاجات كنا عايزين نعملها وانت حلو. ايه اللي كنت بتحلم بيه ولا فكس، وايه اللي ما كنتش بتحلم بيه ولقيته في شقتك يعني؟ اللي كنا بنحلم واحنا كنا بنحلم بيه مبدئيا كان السلم بصراحه، كنا عايزينه مثلا خشب. كنا عايزينه ما ياخدش المساحه الكبيره اللي هو اخدها من الصاله، بس هو عشان خاطر السيفتي والكلام اللي كان بيقوله المهندس المعماري. انت عايز احنا سلم نطلع شو نتسحب كده نتشكل لحد انت كان برضه بالنسبه لك السلم يبقى مريح ومش مريح. ما هو مريح بصراحه، مريح. بس احنا كنا عايزينه يبقى ايه شكل الخشب، الشكل يمشي شويه مع اللي كان في الدنيا. يعني شكل اللي هو الحاجات الامريكان دي في البيوت الكوزي دي الجميله اللي كلها خشب في خشب. انت حاولت تعمل كده خلي بالك بس بس يعني احنا في مصر حاجات. طيب حلو. ايه تاني؟ ايه اكتر تعليق بيجي لكم على الشقه بتاعتك؟ حلو جدا. لا طبعا الشقه كله بيشكر فيها وبيشكر في اكتر تعليق يعني او تعليق مميز بغض النظر مختلفة عن باقي شقق الناس اللي اتعملت في نفس الفتره بتاعتنا. حلو. ايه الحاجات ليه الحاجات واصله للسقف كده؟ ليه الدولاب واصل للسقف؟ ليه حاجاتنا كبيره قوي؟ ليه المطبخ واصل للسقف كده؟ انت حاطه له ازاي؟ مش عارف الجو ده. دي حاجه جديده صراحه كانت شويه ان كل حاجه شافك يعني متقفله لحد فوق. كل حته دولاب يعني فاهم انت الناس تبقى باصه كده. ليه عاملين الدولاب لحد السقف كده؟ مين بيطول؟ طب ايه اكتر تعليق ثعباني يعني اللي هو التعليقات الغلسه دي اللي واحد يلا يا طنط يلا طولتي معانا يلا امشي؟ لا كانش في تعليقات سلبيه خالص الصراحه. ثعباني ثعباني استنى افكر. عشان البنات بيرموا كلام. استنى يمكن القط ثعباني عادي. يا بعد مش قلت يا عم ده شو روح شوف شقتك يا شايف. لا كانش في والله التعليقات يا عم استنى. لا ليه ما عملتش نيش؟ اللي هو ايه ده انت النيش ما عملتوش نيش ليه؟ ما انتم ما كان عندكم واسع وشيل. النيش هل كان في خناقه قبل لما انت قررت انك مش هتعملي نيش؟ طنط قالت لك لا نيش ايه احنا هنتفضح. يعني في وسط العين. ايوه هاتي نيش ليه لا ما تعملوش كبير وبتاع بس هاتي نيش صغنن كده وحط نيشين قال على الجنب. فدخلتوا في الهدي بس انتوا صممتوا انك مش احنا صممنا عادي. يعني قالت لي طب يقولوا علينا ايه بقى وبتاع. قلت لها خلاص ما انا ومحمد موافقين يعني ما يقولوا. سواء فعلا يعني دي كانت حاجه اتفقنا عليها وكانت ناس مستغربه يعني زي سفره من غير نيش يعني. ليه؟ اللي هو انتوا ايه يعني مش معاكم فلوس يعني؟ ايوه ما تحطوا وعندكم مكان ما تحطوا نيش. ده الناس بتحط نيش في مكان اضيق من اللي عندكم. طب انتوا ليه ما حطيتوش النيش؟ عشان يعني مش انا ما بحبش فكره ان انا حاطه اطباق وكوبايات انتيك يعني. حلو. يعني مش حاجه عارضها يعني. مش حاجه واو اللي هو حطها ده مبهره يعني. بس فانا عايزه الحاجه اللي هستخدمها فمش عارف بقى ارص دي كوبايه عامله كده دي عامله الرصات الغريبه دي برضه عوضناها الوزه والبطه والحاجات دي. بس احنا عوضناها في الكومود برضه. خلينا في الضفتين في النص البوفيه خلينا الحته اللي في النص دي ازاز شفافه وفيها نور بحيث انها ايه فاحنا روح بصوا على النيش اهو برضه في حاجه حته النيش الصغننه دي جايبين مكلفين برضه. طيب لذيذ. هو النيش اكتر. في ثعباني تاني؟ لا ده في ثعابين. لا في ثعباني تاني. ايه تاني؟ اللي عاملين كومود واحد هو استرخاص في اوضه النوم ما تعملوا 2 كومود. هو ده سؤال انا سالته يعني بس الصراحه دي حاجه فعلا يعني كانت لا هو الفكره مش موضوع ليه عاملين كومود واحد اني عادي ان ممكن نعمل كومود واحد بس كان ليه مكان. طب هو في مكان يعني. ايوه ليه مكان انتوا مش حاطينه ليه؟ احنا ماشيين على صوره فقلنا عايزين نعملها بالظبط هي يعني ماشي بس جلت مننا. بس برضه مش بالسوق ده يعني. لا في المجمل الشقه جميله عوضنا بالتابلوهات والحاجات الشغل ده كان يعني ظبطناهم. لا لذيذ. طيب ايه اكتر مكان بتحبوه في الشقه؟ الليفينج ده انها مع بعض. ليفنج صح. ايوه رهيب صح. بنعيش فيه يعني اي حد بيجي بينبهر بالليفنج. هو يعني الاشياء كلها فخمه وكل حاجه والدور اللي فوق والانعزال هو الليفنج عامه حاجه. لكن الليفنج صراحه لا الليفنج مختلف عن الليفنج بجد. الناس يعني الفتره دي انتوا عملتوا البوهو. البوهو ده حاجه هم ما كانوش عارفين يعملوها ازاي. حتى لو ناس فكرت هم ما كانوش عارفين يرتبوها مع بعض.
فلا هم بينبهروا بالليفنج وانا بنبهر بيه والله. انا كل مره بحبه يعني كل وصل ان شاء الله احنا الليفنج انا فاكر واحنا كنت انا ومحمد بنحط الفاينل تاتش كده وانت أيوة. جيتي علينا. ايه اللي حصل في الشقه ده ليله الفرح. ايه اللي بيحصل ده؟ انا كنت انا ومحمد مسحولين في كام حاجه وبنعلق. أيوة. وانت داخله ايه ده مش إيه ما ده؟ كانتش كده. ما كانتش كده بجد. فعلا دي من الحاجات اللي احنا كنا نفسنا فيها. بحبها. البو ده خالص عايزين نشوفه في الشقه. اه وانت معانا صراحه ظبطناه يعني. لا هو لذيذ، بس هو عامه انا عايز اقول لكم ان الليفنج عامه حلو يعني. لا بتهيألك على فكرة يعني. أنا شفت شقق لا الليفنج عادي مش كوزي كده ولذيذ وتحب انا تقعد اقصد لو عملته حلو يعني بغض النظر عن البو ديزاين الليفنج كفكره ان في مكان ليفنج روم احنا ده بنعيش فيه وناكل فيه ونشرب فيه. لازم يبقى بالمريح بالشكل. فهو اصلا فكره من ولو الاضاءه والدنيا كانت مظبطه معاه خالص الصراحه. بيوت النور الكتير اللي انا كنت معترض عليها دي الصراحه. انا كنت ما معترض. بشغلش غيره. ايوه والله اضاءه على فكرة الهاديه ما دي. علقناش المراية. احنا سايبينها مسنودة. ما هتعلقوها هيجي لكم وقت كده ان شاء الله وهتعلقوها. اصلا هتروح فين؟ هتتدبع. والله جميلة وما بتتحركش بجد. ما بتتحركش انتوا مش هتحركوها ان شاء الله لما يجي لكم. مصطفى كان هيحركها. مصطفى فتحي. ده بيقول ايه ده في حاجه هنا. فكره الرتان دي صراحه كانت جميله اصلا يعني. هو الستايل البوهو عشان هو من الطبيعه فبيديك شويه احساس انك انت قاعد في مكان كده مريح فعلا. مين اكتر واحد مهتم بالشقه وتفاصيلها يعني حاجات مرتبه في مكانها انا اكيد. انا مع اني انا ارجع الحاجات في مكانها. ده بعد الجواز يعني قصدك ولا قبل؟ لا بعد. هو قبل الجواز انا بشوف محمد كان مهتم جدا بالتفاصيل. انت كنت يعني حلو جميل. لا كان في يعني سايد شات في خناقات يعني انتوا العركات والصور الوش اللذيذ. طب ابعت انت بقى وانا هقول اوكي يعني كده. طب ايه الحاجه اللي لا طب ابعت له قول له ايوه قول له ويختار ما بيننا. على فكره ده كان بيحصل كتير. طب ايه يعني الحاجه اللي انت كنت معترضه عليها مثلا وكنت بتختار الحاجه يعني مره انا خالص. يعني والله كان بنختار بين حاجتين ونبعتهم تلاقي الاثنين لا وتبعت لنا صوره يعني اصلا. بس احنا معظم الحاجات اخترناها سوا. يعني احنا معظم الحاجات اخترناها. لا انتوا ذوقكم كان حلو. انا بس يعني ما بدي اوبشن ثالث فانتوا بنتفق عليه خلاص. لكن لا احنا بنتفق عليه خلاص ولا ذوقي ولا احنا هناخد الراي الثاني. حلو ده كمان. لكن ما فيش حاجه اللي هو احنا يعني روح قول له احنا عايزين كذا. لا كانت في الاول الكلام ده. لا مش في الاول. لكن بعد ولا تقسيمه والدنيا مشيت سوا خالص. طيب جميل. لذيذه. هندخل على فقره جد شويه. اتفضل كل واحد هسألكم أسئلة كل واحد يشاور على التاني بالإجابة. مين فيكم صوته عالي أكتر في البيت؟ ده جميل. طب ايه صوت عالي عامة كصوت ولا لا كصوت والله يعني كصوت لا كصوت. لكن لسه مفيش خناقات ولا لا خالص. بس هو كصوت خلاص لسه انتوا كام شهر 3 شهور لسه هتشوف. هو فعلا بيبقى كده وانا لو في حد جنبي مين فيكم بينسى الاسامي؟ يعني زي كده في موقف فاكره في الاسامي؟ احنا الذاكره بتاعتنا انا وهي ضايعه الصراحه. فعادي يعني انت ممكن تمشي في الشارع ازيك يا باشمهندس ولا يا باشمهندس عشان انا ممكن عتلت في اسمه مش عشان حاجه. مين بارد اكتر؟ طب المايك البرود بيعصب قوي يعني تواكب معايا بنفس يعني خانق عايزه اتخانق انا دلوقتي في ايه. ايوه خلي في تواكب في العركه في حاجه معصبه تعصب معايا. لكن انت عادي واخد اتيوت كده خالص. حلو. بس ده بحكم الشغل ولا لازم كده انا بتحقنة مخدر قبل ما اجي. لا مش كده. طلعني مدمن. لا ده مش كده. انت لازم تبقى هادي. انت داخل على بس في برود بيوتر برضه يعني انت برضه يعني تناقشني ما بقاش انا بتخانق لا مش الدرجه دي ان شاء الله. ماشي. مين بيعمل ستيكر واتساب اكتر؟ كل مسج هي كل الاستيكرات بتاعتها.
مين بيكون قرر يخرج وعلى اخر لحظه خلاص لا مش خارج انا قاعد فيه؟ لا ما نعملها اوكي من الاول ما بنخرجش يعني ايوه ماشي يعني لان بتكون لا احنا ممكن نكون مثلا عايزين نخرج اليوم ده لا خلاص مش هنام بقى ايوه هو قاعده جميله نازل المستشفى وكده بالظبط انت عايش معانا لكن مش بنكون يعني مش بنكون متفقين على خروجه ونكنسلها لا من الاول اليوم خلاص لا مش خارج تتاكد بقى مين فيكم بياخد رأي طوب الأرض وبيعمل في دماغه في الآخر؟ والله احنا عادي. لا بتاخدوا رأي يعني انت تحبوا تاخدوا رأي ولا من لا مش فارق؟ لا في حاجات بنستشير فيها طبعا ما في حاجات بنحب نستشير فيها بس انا حسب يعني حتى في الشقه على فكره احنا استشرنا ناس بس عملنا اللي في دماغنا والله ما خدنا برأي حد كانوا بيقولوا آراء احترم مين بيصرف فلوسه على التفاهات اكتر؟ ليه يا عم والمرايات والحاجات بطبق شفتين عشان اجيب مرايه؟ لا ما ده كان خلاص بقى قبل لكن لا هي صراحه عندها شويه حاجات فظيعه عندنا مكنه فشار في البيت انا ما اعرفش طب ما عشان تاكل فشار لا الحل يعني لا عندها شويه حاجات كده صغيره بارقام مهوله الصراحه يعني وما زالت بتجيب الحاجات دي يعني مش عارف يعني حاجات بتحط فيها المناديل اللي بتمسح الميك اب لازم كوبايه بلاستيك كده مفتوحه على الجنب حاجات بصراحه غريبه عشان بنت لكن هي في طبيعتها بتصرف فلوس على من زمان لا هي نفس الشخص كويس انك انت انا بحاول احسن صورتك لكن مقفوشه مين ده منبه منبه لازم يرن حتى رسوم والله الموبايل سهل مين بيتصور اكتر؟ بيصور كتير ما بيصورش خالص يا طب بصوره بصورتين 3 قصاد 500 صوره مين عنده فوبيا غريبه اكتشفتوها بعد الجواز؟ بتخاف من مكنة اللحمة المفرومة طب ممكن يكون عندها قصة عندها حادثة قبل كده؟ لا والله مش حادثة بس شكلها بيخض هو اللحمة نازلة بعد كده شرايط بس خلاص بقى تمام الحلقة دي ما تتعب مني نزلني في مكنة اللحمة مفرومة بتخاف خالص والله مرعبة ده أكتر حاجة غريبة أنا شفتها يعني صراصير أنا مستني حاجة أنت شفت اللحمة بتتفرم أيوة عادي اللحمة مفرومة تطلع عشان ناكلها مرعبة جدا لا بتعديش على الجزار والحاجات دي في الإعلانات بتفرق في الحاجات دي على طول طب أنت عندك فوبيا من إيه؟ فوبيا؟ والله أنا عندي فوبيا من لما أعدي على الكوبري كده تعدي على الكباري العالية دي ايه شوية ممكن امسك في اللي جنبي ده البلد ايه ده ليه؟ ما اعرفش كده هو كده ما اكيد في حاجة يا جماعة احنا نحاول نتعالج دلوقتي مش مريح كده الكباري الجديدة اللي طلعت مؤخرا مش متعالج يعني الفوبيا دي حصلت بعد حاجة ولا انت من زمان كده؟ لا من زمان كده وهي اعتقد من زمان مفيش حاجه حصلت لا مفيش حاجه حصلت حادثه اصلا انا اعرف حد يعني جيراننا كانوا يعني فعلا في مكنه لحمه مفرومه ايده صباعه اتعور ما هو الحكايات دي ممكن بالظبط الحكايات اللي بتتحكي دي هي السبب لا طيب مين بيحب النوم اكتر؟ طب انتوا كويس انجز مين اللي بيمسك الريموت هو مسؤول الريموت التلفزيون؟ انا مش بحب التلفزيون يعني انا اصلا ماليش في التلفزيون فانت المسؤول نختار حاجه نتفرج عليها بتاع طب ريموت التكييف لا عادي. مشترك عادي حاجه عادي. التكييف ده اصلي مع مشكله يعني كبيره بتحصل دايما بين لا ده انا احب 24 وانت تحب لا متفقين عادي صراحه امورنا متفقين في كل حاجه يا جماعه مش هينفع مش كل حاجه قوي بتشوفها حاجه نتعارك عليها لازم تشوفوا حاجه مين بيفهم الافيهات متاخر ما انا ماليش في التلفزيون مش لازم افيهات يعني ممكن نكته لا عادي تفهم متاخر الافيه بتاع انا بضحك على نكته اولانيه اشرح لي بقى ارجع الاول مين اجتماعي بزياده
بزياده. يعني ممكن تبقى واحده راكبه معاها في الميكروباص دي صاحبتي. قصدي بقى ايوه صاحبتي. واحده راكبه معاها في اللي هي مسافره بتاع، واحده قعدت جنبها خلاص بقى ادعى على الفيسبوك ايوه اصحاب بس مسطوره لحد دلوقتي. طب حصل اي يعني حاجه سلبيه من الموضوع ده، من الاجتماعيه بزياده؟ ما بقول لك مسطوره لحد دلوقتي. لا ما فيش. في حصل حاجه قلت لي لا مش فاكره. محدش قال لي بقى حاجه. لا مين لما حاجه تطق في دماغه حاجه بيعملها على طول؟ عايز حاجه من حيث ايه طيب؟ بحيث ان ما نفكرش. يعني بقى يعني ما يلا بينا. لا يا امير يعني يلا بينا مش هفكر اصل مش هفكر. انا قلت لك بقول لك هي خلاص هي الشخصيه دي خلصنا يلا. مين فيكم بيصالح التاني الاول؟ ماشي هيبدا ايوه هتصدق مش بيتصالح الاول. مين بيتصالح اسرع؟ اسرع يعني على طول. لا الحمد لله كويس. بتبوظوا كل الديفولت اللي عندي يا جماعه. في ايه والله. ده سؤال خط وحش. اشتكوا. مين بيقرر ناكل ايه النهارده؟ يعني مؤخرا ايه خلاص لكن ما يعني هي سيستمك. لا مش دايما، احيانا بسالك بعطل. يعني بص يا خاصة الموضوع يعني روتيني يومي فاهم. فلا هي مثلا حبة جد كده فهي ماشية خلاص في سكة. لكن مثلا في يوم لا يعني اعمل ايه؟ طب ايه رايك نعمل كذا النهارده؟ بس هي ايوه. طب في مرة يعني قالت لك تاكل ايه فقلت لها حاجة فعملت حاجة تانية؟ ايه لا بالعكس لما بطلب حاجة بتتعمل يعني حتى لو ما لسه جديدة أول مرة تعملها. والله طيبين قوي. غلبانة. مين فيكم موسوس في النظافة شوية؟ السلم الاسود. والله السلم الاسود. والله السلم الاسود ده كان عليه لمحة تراب كده. بس حطينا عليه سجادة حلوة كده تحميه. سجادة حمراء كده جميلة. فالسلم الاسود لازم يلمع كل شوية. كل حاجة صح. ما بحبش التراب. ما لازم. من زمان ولا كنت مكركب؟ لا من زمان. لا من زمان انا كنت عارفة للأسف. لازم الحاجة تبقى بتلمع. لازم الحاجة تبقى نظيفة. أي تراب كده ده شعرنا أصلا. طب حلو ربنا. طب انتوا متفقين؟ احنا كنا في فقرة ان احنا لو مش متفقين هنكلم حد. وكانت شريرة قوي. ايوه كانت شريرة وكان نفسي اعملها لان اللي كان هيطلع بيكذب كان هينزل ستوري دلوقتي حالا وهو ماسك البتاعة دي. سبحان الله طلعنا متفقين. طب احنا لا نشوف اسئله. لا شوف اسئله مش متفقين بقى. لازم نطلعكم متخانقين. مين اكتر واحد بيجيب هدايا؟ صح؟ لا ايه ده؟ ايوه ازاي؟ لا انا بلا هدف والله يعني عادي من غير مناسبة ممكن اجيب هدايا. والله من غير مناسبات فعلا يعني. على فكره وانا مسافر مثلا وانا راجع لازم اجيب هديه عادي يعني بلا هدف ولا حاججه. بالعكس برضه لو شفت يعني بتقول لك بلا هدف يعني مفيش هديه بعد بكره ان شاء الله. بعد اسبوعين 3 بلا هدف. لا والله اكيد لازم اجيب هديه. عامة أنا مبسوط إن إحنا قعدنا مع بعض بعد غياب 3 شهور. كل 3 شهور كده نعمل نتقابل. احنا عجبنا احنا اول ما انت قلت لنا على البرنامج صراحه احنا دوسنا على طول. انا يعني احنا حابين احنا مش عارف بس انت ليه غيرت الكارير كده من المكتب كده؟ ما انا حسيت ان انا لازم ابقى كده وبعد شويه هتلاقيني على التيك توك كبس وهتلاقيني فحسيت وانتوا برضو يعني انتوا لو حاسين برضو الطب لا تقيل على نفسكم يجيبوا ابن اسمه خالد وانت هتبقى ابو خالد ادي له ادي فيعني شويه كده هتحس الموضوع مرهق كشغل يعني. والله بس هو لا عليك صراحه مهندس يعني ربنا يكرمك ان شاء الله. بما اني ما عرفتش اوقع ما بينكم وانا كان المفروض نوقع في اللعبه اللي فاتت. ايه اخباركم في التاريخ؟ شطار في التاريخ؟ لا كنت شاطره في التاريخ؟ ايوه. انت اي حاجه دايسه فيها في الشطاره يعني المفروض اللي علم علوم ده ما بيدرسش. والله انك كنت شاطره بجد. انا اشوف انا والدي مدرس تاريخ وجغرافيا وكل حاجه بس كنا في الارقم كنا كده في مدرس كده بدون ذكر اسماء. ايوه بدون ذكر
فما مش فك. لكن انت كنت شاطر عشان موضوع التاريخ والجغرافيا ده معاك. لا جغرافيا وحشه قوي. انا بقى شاطر في الجغرافيا. التاريخ طيب لذيذ. اسئله في التاريخ. ماشي. تاريخ اول مره جبت لها هديه. لا مش ايه ده؟ إيه اول مره التاريخ ده؟ جبت لها هديه. ايه التاريخ المعفن؟ لا تعال نتكلم في تاريخ تاني. ده امتى؟ بعد الخطوبه. بعد الخطوبه ما نسيناش في حته على يا الخطوبه. عمي يا داخل الباب. طب ما سهله دي على فكره. هديه بعد الخطوبه. تاريخ الخطوبه. لا تاريخ الخطوبه افتكرت. كام؟ 24/1/2023. كان 23 من شويه. لا 24. ماشي. طيب وقرايه الفاتحه؟ لا ما مش فاكر والله. انت لا ايه قرايه الفاتحه انا عارفه قرايه الفاتحه. طب قولي عشان افتكر. دي كانت قاعده وديه في البيت وكنا رايحين بس كنا تعارف. مره واحده كده لقيت نفسي ايه ده بعرف فتحه. امتى بقى؟ شاب لا يعني في كام يوم يعني. لا مش بكام يوم عشان كنا لسه هنمتحن شفوي. شفوي. ممكن نقول ان شاء الله 19/1. ايه ده صح؟ ايه ده صح. انت عرفت ان شفت انا فاكر على فكره انا كنت فاكر. الذكيه رجعت. طب وكاتب الكتاب؟ لا سهل. نفس التاريخ بتاع الخطوبه 24/1. انا اصريت. 24. الله صرت نبقى نفس 24. ما بتسهل عليا الحمد لله. طيب وانا لكن مش هسأل طبعا عيد ميلاد. لا اكيد عارفين ده سهله. عيب بقى. عيد ميلاد ما تصغرناش. كنت من شويه والله هو مش سهل شوية. خالص. الناس دي دلوقتي كان في خناقه على التاريخ وانت كنتش عارف. ايوه ما كانش دلوقتي عرفت فجاه. سبحان الله. ما افتكرتش انت ضربت رقم بسم الله. بسم الله قبل امتحان شفوي 3 ايام 19. ماشي. ماشي. على فكره اول هديه بعد الخطوبه وما قالش بعدها. انت قلت اول هديه بعد الخطوبه. ايه هي اول هديه بعد الخطوبه؟ ايوه انا فاكر. محترم. انت فاكر؟ انت اللي جايبها فالمفروض تبقى فاكر. ايه اول هديه جبتها لها؟ مش هنقول بعد الخطوبه قبل الخطوبه. اول هديه جبتها بغض النظر. لا فاكر فكره. ايه كنا في الفالنتين. ايوه صح. لا صح. صح. في الفالنتين. ايوه دي كانت اول هديه. ايه هي؟ جبنا بوكس كده ميزز كده كان مليان ميزز. لا كان في بوظت الموضوع بس. لا انا فاكر كان في نوت كده ومج اسمها وساعة رملية ومش عارف حاجه مش حاجة ديكور كده. ايوه كان في الحاجات دي ايوه كان في كان فيها كان فيها كوكيز كده. ايوه حلو. فيها كوكي. طب ايه اول هديه جبتها لك؟ ما هو نفس اليوم. انا جبت لك. هي جابت لك ايه؟ لا ما جبتش. تشوف الفالنتين؟ لا والله ما جبت. عشان كده مش عجبتك؟ فاكر. اول هديه انت فاكر ان انا جبت؟ استنى انا جبت. يا عم جابت له مج حراري انا فاكر. ايوه لا جبت. مج حراري عشان الشغل. انا ذاكرتي ضايفه يعني بس بفتكر والله. نفس اليوم حرام. ايوه لا نفس اليوم جبت صح. مج حراري عشان ايوه ينفع في الشغل. ايوه حصل. طب ايه اخر هديه؟ ما لسه عيد ميلاد. اخر هديه انا جبت لها كانت في عيد ميلادها من كام يوم يعني. فمش هقولها للناس بس هي كانت هديه حلوه. كانت جامده. ماشي. بس في حرف. انا رحت وانا بعمل الديكورات بتاعتي. مش هو اللي جايب. مش هو اللي جايبه. لا انت قلت انت اللي جايبه. يعني حرف الايه؟ لا مش ليه؟ لا مش انا طلعوا اخواتي اللي جايبين. انت بتكذب. بس ما حدش جاب لي حرف الليل والله. ايوه ما حدش. طب ايه؟ كانت ازمه. قلت لك اخواتها ايه الموضوع؟ اخواتها ما جابولكش حرف. لا كان جايبين شويه شموع وحاجات دي فعلا. حصل. طيب في سؤال كنت حاسين ان انا هساله لكم وما سالتوش. لا احنا ما كناش عارفين كناش جبنا عارفين ليه. طب انتوا كنتوا حاسين ان الموضوع هيروح في حته وراح في حته تانية؟ لا لا احنا هو بس انا صراحه انا كنت يعني عارفين ان احنا ممكن فكرة. نتكلم عن الشقه بس. لا لعب قبله ولا المدارس قبله ولا الجو ده. فانتوا بس كنا كنت يعني كنا ممكن نتكلم في شقه اكتر من كده على فكره. احنا عانينا يا باشمهندس حسنه ونص. انت عايز ترسم رحنا المعاناه. طحطه ورحنا اتبهدلنا يا عايز جدعان. ترسم ورحت دمياط ورجعت ايه ده يعني. حوارات كبيره والله. شفت بقى هو صور لك انت. ايوه صورنا كانوا وقتنا والله. بالحاجات دي انت. صح. والله انا كنت حابب نطلع الشخصيات اللذيذه اكتر. ما هي كانت لذيذه. هي معاناه لذيذه. انا كنت قاعده بتفرج عادي فيديو كول هو بيلف على كعب رجليه. ده حاجه لذيذه. مين اكتر حد من اصحابك تحب تقول له شكرا؟
من هنا لبكره. يعني عامة يعني هو فعلا واقف معاك لا كتير صراحه، كتير خالص من اصحابي وقفوا اكتر معايا. حد. ده كتير. هنزعل. لا مش عايزين أكتر نزعل. حد. لا مش عايزين ماشي. نزعل حد. انا في ناس اصحابي يعني من شله تعرفت عليهم يعني من قريب يعني، هم اللي سافروا معايا القاهره، هم اللي كانوا بيشيلوا معايا حاجات على كتافهم يعني. ومن ناس من هناك من القاهره يعني، مش من سوهاج. طب اكتر في حد ناس اكتر حد انا في تقولي عمل لي إيه؟ شكرا ساعدني معايا على طول. اول حد اصلا لما بيحصل اي حاجه قالوا يا فلان. لا يا محمد. يا محمد. والله لا يا ادينا قلبناها في الزين. انا يا محمد. طب بعد محمد ما ردش. لا برن ثاني وثالث ورابع وعاشر ودلوقتي. طب ما محمد اللي مزعلنا اصلا. انا عايز أيوة. اتصل اشتكي من محمد. ما انا بتصل برضه اشتكي محمد. يا جماعه ربنا يخليكم لبعض حبيبي. والله. يعني انا مبسوط بالجو ده. يا رب تفضلوا بعد شويه ايوه كده. انت جبت لنا بعد 3 شهور بس. استنى لا حلو الروح دي. ماشي. يعني عيشوا بيها انكم اصحاب ان شاء الله. هتعدوا 70 سنه اللي جايين كده على خير. لا بشكرك على هذا القعده الجميله. انا مبسوط بيكم والله. واحنا بص يعني على فكره انا في المكتب قبل ما انتوا تبقوا معانا مختلف عن انا بعد ما انتوا تبقوا معانا في والله. والله ايه ده اتغير. يعني حسيت ان ايه ده احنا صغير ناخد الموضوع بسلاسه وحلوين. الموضوع حلو يعني ماشي شفت بقى، انا بقول لك انا ماشي بسلاسه ازاي. وبقيت احب التعامل مع الشباب الصغيرين. لذيذ يعني بصراحه. الناس الكبيره بقى فاهمه وعاقله، ولا ده يوسخ ده عندي عيل يقطع لي التابلو. لا انتوا عندكمش حد، انتوا حاطين المرايه على الارض. الناس بايعه الدنيا حاطه المرايه على الارض. لا احنا بنشكرك والله. احنا على الشقه الجميله على البودكاست. لا اشياء جميله صراحه، كله بيشكر يعني. ما شاء الله كل الناس بتخش ده ما شاء الله. الستايل الجديد، الحاجات مين عمل مين سوى. هي برضو من روحكم كانت حلوه، عشان هي كان روحها من روحكم لذيذ. لما بتروحوا لناس تانية وتشوفوا شقاهم وترجعوا تقول الحمد لله على الشقه. الحمد لله يا رب. الف حمد وشكر على الشقه اللي تعبنا فيها. والله برضه شو اصحابنا جميله برضه. ايوه لا جميله. لا انا بغض بقول النظر يعني هو برضه مش ذوقكم يعني مش ذوقنا. لا عادي والله، هم جمال واحنا شقتنا جميله. يعني مش بنرجع نقول ايه ما كنا عملنا كذا في شقتنا. لا احنا بننتج عن النيش يعني. لا احنا كنا عايزينه، فاحنا مش ندمانين على حاجه ولو لقينا حاجه مختلفه فلا احنا برضه ذوقنا كان هنا فعملناها يعني. حصل. يلا ربنا يبارك فيكم ويخليكم ويستركم. لا تشحت. كبس لك